مراعي منطقة أوزيت لبساط أخضر وجدت فيه الماشية ضالتها. توفير الكلأ هذا الموسم لن يشكل عبئا على الفلاحين. ما جادت به السماء من أمطار وثلوج ملأ الوديان والسدود وزرع روح التفاؤل في أصحاب. هذه المنطقة منطقة بورية، منطقة إفروزيت، وكنعتمدوا على الشتاء والثلج في هذا الوقت هذه، والحمد لله راه روات مزيان، والكسيبة كتكون مزيانة، والفلاحة كتكون مزيانة، والبقر كيلقى ما ياكل. الحالة الجيدة للمراعي من المنتظر أن تعوض الخسائر التي سببتها قلة المياه الموسم الماضي. وكتكون شوية المصاريف الكسيبة، كتدي شي خروف ما كتباع ما كتشري اخويا في السوق. اليوم تغير الوضع. سوق تلات لبيع الماشية لم يشهد نظيرا لهذا الرواج منذ سنين. جودة الكلأ رفعت من قيمة رؤوس الماشية في السوق، فارتفعت الأثمنة. شحال هذه كنا كنجيبوا الغرم كنردوها فاش روات الحمد لله زادت لنا 20,000 فرنك في الراس. الارتفاع هذا كيخلي حتى الكساب يستافد مزيان، والبيع والشراء كيكون الرواج حتى في السوق. السوق زوين، اللي جاب شي حاجه باعها واللي بغى يشري شرا، واخا كاين الثمن شرا الحمد لله. تبلغ مساحة المراعي بإقليم إفران إلى حوالي 130,000 هكتار، في حين يقدر عدد رؤوس الماشية بما يفوق 1,200,000 رأس.